اختارينا نطبوا صباعها بخاطرنا اللي كنا كنضحكوا على الناس اللي كيقولوا الكاس يتعاود الماتش يتعاود. ولينا حنا دابا بغينا كنقولوا ما غتبرد لينا الجوف حتى دي السينيغال الكاس. السينيغال بصحتها الكاس. كان هناك اخطاء وكان هناك تحريض وكان هناك تواطؤ من اجل تحريض الشعوب على بعضياتها، من اجل ضرب مصالح المغرب في افريقيا، من اجل تقزيم الدور ديال المغرب والامتداد ديالو في افريقيا والمشاريع ديالو والانبوب ديال الغاز والموقع نتاع المغرب اللي هو كيعطيه مكانه وثقل في العالم وكيتفاوض فيه في العالم، هو انه هو الوسيط وهو سيد افريقيا. نتوما دول اللي ما حاملاش بلادكم تكون هكا. نتوما ما فهمتش علاش. كنتمنى خوتي اللي داخل يشد الارض، كنتمنى انكم تقراو بين السطور باش يخرج جلاله الملك ويوجه لكم ميساج. الشعب المغربي يميز الادعاءات والكذب. واش حتى لهاد الدرجه نتوما خوتي ما كتفهموش؟ واش بقى غير يخرج يقولها لينا فاس؟ راه الدول راه كنقولوا الحر بالهمزه والحمار بالدبزه. باش يخرج الملك ويشيد بكم ويقول لكم شكرا على النموذج الحضاري والناس اللي راهنات على رد فعل عنيف في التيران، انكم اثبتتم انكم شعب متحضر وشعب قد المسؤوليه كيقدر التعب نتاع المؤسسات ديالو وتاع الامن ديالو، وما درناش رده فعل اللي كانوا كيتسناوها الاعداء نتاع الوطن. فالشعب المغربي كيميز، والرهان ديال الملك ديالنا والمؤسسات ديالنا اننا عندنا مناعه ضد الهبال وضد الجران وضد البروباغندا. فكنتمنى انكم كمغاربه ترجعوا الثقه في بلادكم وتركزوا على الانجازات وتركزوا على شنو استفدنا وماذا سنستفيد من افريقيا. وعوض ما نقولوا حنا ما عندنا ما نديروا بافريقيا، سول راسك علاش الناس باغا تجري عليك من افريقيا. دائما بنادم باش يفهم يدير علامه الاستفهام. علاش يهاجم المغرب؟ علاش يهاجم الماتش؟ ماشي ماتش ديال الكره، ماشي ماتش تاع الكره. عطاونا عقوبات باش نخرجوا ونحتقنوا ونغوتوا. حقرونا من فوقاش المغاربه تيقولوا حقرونا؟ من فوقاش حنا كنتحقروا؟ من فوقاش المغاربه كيتحقروا؟ نتوما الخوت كتعرضوا نتوما وبلادكم لانكم اضعف حلقه، لان بلادكم سياسيا ودبلوماسيا وملكيا رازينين، كيعرفوا منين كتكال الكتف. حنا كشعب ساهل تجرنا، ساهل نمشيو موراهم. ثبتوا الارض وشدوا الارض وما تخربوش رزقكم وتعب نتاع مالكم اللي صحته في افريقيا ودار 50 بلد كعابي باش يبني المصالح ديالنا. ما تجيوش اليوم وتهدموها. وهذا هو الراي ديالي، وانا ما كنفرضوا على حتى شي واحد. الماتش ماشي ماتش كره، ماتش سياسي، ماتش النفوذ، ماتش ديال تكسير العظام، ماتش كيدفع المغرب الثمن ديال التقدم والازدهار ديالو والثمن ديال البناء ديالو لافريقيا بدون استعمار وبدون الحاجه لواحد الانسان ابيض وعينه زرقين يورينا شنو نديروا في افريقيا. تحياتي لك مريم وانا غادي نسكت. شكرا لك لاله امازيغيه. غادي نمشي عند السي مريم، وغادي نطلع عند السي يوسف. مرحبا بك. انا عندي غير الاخت امازيغيه، نحن نعرفك وشكرا لك على المداخله القيمه، لكن تكيسي على صحتك. نريد ان نناقش الامور بكل كما نقولوا، ولكن احترم فيك هذه رده الفعل. وبالمناسبه نوجه تحيه للاخت بشرى اللي دعموها الاخت امازيغيه ما غاديش يمشي ليك، غيمشي الصفحه ديال مريم. وهذه الصفحه باش تمشي لازم ليها دعم اصلا باش تطلع في الاكسبلور. تخيل حنا حاضرين 1400 مغربي، خاسر عليك كومونتير وتكبيس يلا 100,000. كارثه والله، الا كارثه بالله، كارثه. الدعم اختي ما غاديش لك انت او بلاتي دقيقه سيدي بلاتي. حينما تحط حنايا فيديو رانا ندويو على صحافه ديال الويل واينها من كواليس الكاف، ونريد مدينه اعلاميه في المغرب تواكب هذا التطور الذي يعيشه المغرب ورد للبروباغندا. البارح راني كنت حاضر ب 2500 واحد في لايف وبارطاجوها 200. اي كارثه، نحن نعاني كارثه. وهذه التعاليق هذه راه الغالبيه منهم دايرين تصويره ديال العالم المغربي وحاسب راسو مغربي وتبقى تتجابد انت وياه. بروباغندا. لازم لنا سيفيليزاسيون، لازم لنا تحفيز والتوعيه، وما نبقاش نجاوب انا على لي كومونتير، وما نبقاوش ندخلوا في هاد النقاشات العشوائيه ديال مع واحد وهذا ودور من لهي. نعم نتعرض للبروباغندا، قلتها في البدايه، الموضوع اكبر من هو مقابله في كره القدم. سهام، ونقولوا احنا خدموا عليها بزاف ديال الاطراف من الجزائر ما عندها ما دير. الامر اكبر بكثير وكثير وكثير مما قد نشاهده. فلذلك اختي الامازيغيه، انا احترم وجهه النظر ديالك واحييك على المداخله القيمه، وهذا ما عايدناه عليك. وبالمناسبه نحيي الاخت بشرى
الداعمة للمنصات المغربية والتي تعبر عن حرقتها ومساندتها لنا، فلها كل احترام والتقدير ولتشجيع هذه المنصات. وأعاتب الإخوان المغاربة لماذا ما خلوني ساكت كان أحسن. تحياتي. سي دريس، وانا كنعتذر، غير هو راه طريقه الكلام، وحيت انا من الصباح كندور وكنشوف الروح الانهزاميه اللي ولات عند المغاربه للاسف الشديد. جاو الثانيين في كاس افريقيا، محتلين رقم 8 في العالم كله كيهضر على البنيه التحتيه وعلى الامن ديالهم وعلى الانجازات ديالهم، وهما قدر بصبع ماشي بصبع ومن وراءه، لان هذه الماكينه باينه ان هناك محرك يوجههم باش يحسوا بالاحباط وانهم فاشلين، رغم انهم كيشوفوا الجيران ديالهم والمحيط ديالهم ولا افريقيا كامله هي فواد وهما فواد. فكنتمنى المغاربه يرجعوا للعقل ديالهم وما نكونوش خفاف. وسمحوا لي الا كنت كنهضر بالجهد، فراه هذا غير طبيعه الكلام ديالي، كنتفاعل مع المشاعر ديالي وكنهضر بصوت عالي، فكنعتذر منكم. مرحبا لاله امازيغيه، كنت غادي نقولها لهم ولكن انت قلتي غادي نمشيو عند السي سفيان عند من بعد لاله مريم. مرحبا السي سفيان. شكرا اختي مريم. السلام عليكم. غير غادي مع المداخله ديالك السي سفيان، بغيت غير سؤال. لو كان وقع هذا الشيء اللي شفنا في النهائي وقع في شي بلد اخر، واش كنا غادي نشوفوا؟ ولا واش ديجا وقعت في 2004 في تونس، واش نزلت قرارات على البلد المنظم حتى هو؟ في تونس في 2004 ما 2004 وقعت كولاسه وكنعتقد ان كانت مقايضه ديك الساعه ما بين المغرب وما بين المغرب، كان داخل فيها مقايضه ما بين المغرب ما بين تونس على اساس انها تدعموا في التنظيم ديال كاس العالم اللي جا موراها. ف للاسف الشديد ما انا والله ما يعني المشاعر مختلطه، والانسان كتعرف انه كيكون عنده ردة فعل مباشره وردة فعل غير مباشره. يعني ردة فعل مباشره هي كتكون مباشره بعد حدث ما كيكون كيخضع فيها العواطف ديالو، ومن بعد ما كيبردوا داك الشيء. ولكن لازم اننا نتحدثوا على اشياء. اختلف مع بعض الاخوان، لازم نتحدثوا. كاين اخطاء باش ما نكذبوش على روسنا، كاينه اخطاء لان هذه مناسبات نظمت عندنا. ما تقولش لي انا غتخليني نقول لك واحد الحاجه، غتخليني نقول لك انا امثل الجمهور المغربي. ماذا تعنيني ان شركه مغربيه ديال مولاها كاينه في السنغال نراعي المصالح ديالها، ولكن انا عندي 40 مليون مغربي هنايا راه عندها حتى هي داك الشعور بالاحساس بالانتماء والشعور، وكيخصها تنظم واحد المناسبه. من حقي انني نديه. انا ما كنطلبش الظلم، ما طلبتش شي واحد يعطيني، كنطلب غير حقي. ما خصنيش نتظلم، سمحوا لي، ما خصنيش نتظلم. انا قدرت مثلا ردة الفعل ديال الركراكي ديك النهار على اساس انه كان الحق ديالو كان انه ما ينسحب، ما يمشيش يطبطب على المنتخب السنغالي، لانه التطبطيب ديالو غادي يخليني يعني انك لو فات انك دير هذاك السيد هذاك لو كان شديتي هذا غادي تربح بسميتو باسهل الطرق. ولكن عذرته واحد الوقت، قلت يمكن كانت عنده تعليمات اننا خصنا نخرجوا المباراه للبر الامان، وراه الحساب غادي يكون بالقلم. فاذا بلا كنتفاجئ ان ما كاينش قلم، كاين ظلم. سمحوا لي بزاف. هي واحد النقطه سي عاد تذكرتها، لان الامازيغيه قالت ان كنا ننتظر انهم يردوا لنا الكاس. لا، حنا كنا ننتظر انصاف الكاف. لا، حنا كنا ننتظر. شوف، حنا ماشي كراغلا باش نقولوا الماتش يتعاود او ان الكاس تجي لينا او هذا. شوف، انا حتى البارح كنت كننتظر حاجه، كنت كننتظر ان الكاف تكون ذكيه ودبلوماسيه وتسيب كل شيء على الحكم بالسبب ديال الغباء، نسميه غباء ديال المنتخب المغربي او ديال المسؤولين اللي في المغرب. لان من بعد الصافره ديال البيلانتي اللي هو حق مشروع، يعني تما بدا الحكم يتحمل المسؤوليات وبدا يخرق القانون، لانك صفرتي البيلانتي من بعدها اخر لاعب انسحب، عندك الحق صفرتي، كيقولوا انه صفر نهايه المقابله ورجع قال لا الكواد ما صفرتش. علاش فوالا علاش رجعتي؟ اذا هذا خطا وخرق القانون. من وراها كاع ما كاين مشكل، ندوزو هذه. غادي نجيو القضيه ديال ان اللاعبين السنغاليين ما ياخذوش بطاقات صفراء. هاد البطاقات الصفراء هادو كيأثروا على المقابله. اذا هنا عاوتاني كاين خرق القانون. دوزنا هذه، عاود غنجيو لاعطاء الامر بتنفيذ ضربه الجزاء. ضربه الجزاء لم يكن لها ان تنفذ مادام التيران مازال فيه ناس اخرين. حنا كنتحدثوا كروي، خلينا من الحسابات السياسيه والدبلوماسيه وداك التخربيق اخر. شوف، انا بالنسبه لي السنغال انا ما عنديش معها نزاع. العلاقات التجاريه والمصالح راه كاينه بالزمنها، بغات ولا كرهات. الانبوب ديال الغاز راه هي واصله عليا انا كمغربي ودوزوا عندي اكثر ما انا لاحق عليها.
لان السنغال هاد الغاز ديالها منين غادا دوزو الا ما دوزاتوش من المغرب غتصيفطوا لامريكا ب 7000 كيلومتر، منين غادوزو؟ هي كاين مصالح متبادله. يعني انا خصني نشعر كمغربي انني انا مهم كذلك، ما نبقاش ندير هاد التنازلات هذه كل مره تطرشني تقول لي واحد كاع المصالح العليا للوطن، المصالح العليا للوطن راه كاينين الناس ديالها اللي خدامين فيها ومقابلينها. اسمح لي، عندك انت هل تعتقد ان، باش نكمل غير النقطه، انا كنت كنتظر من الكاف انها تسيب الكره كلها على الحكم وتقول ان الحكم خرق القانون وبالتالي هو كيتحمل المسؤوليه وتوقفوا وتحسب نورمالمون الكاس كان الاستماع لا للحكام. ايوا كاين الظلم، تحملوا المسؤوليه ديال ما وقع لانه خرق القانون في انه صفر دخل قبل انه يدخل المنتخب السنغالي من بعد ما صفر النهايه بعد انسحاب اخر من لاعب اللي هو سميتو ساديو ماني، وكان عند تحاسب اول ثانيا كما قلنا انه كان خصو يعطي بطاقه صفراء وبالتالي المنتخب السنغالي غادي يجمع فيه على الاقل جوج او ثلاثه، غادي يجمعوا بطاقتين وغادي يلعب ناقص والنتيجه ترجع ليا، وكان عليها تحاسبوا عاوتاني على انه امر بتنفيذ ضربه جزاء في حين ان باقي الصداع وباقي الجمهور. يعني وهذه الحاله تحمله هو المسؤوليه وتثبت النتيجه، لان الا تحمل هو المسؤوليه الا صفر لك حكم بيلانتي راه كيتحسب عليك، هدف كيتحسب، الا عطاك بطاقه حمراء غير مستحقه راه كتحسب صافي وتخرجنا من هادشي. ولكن ما تعاقبنيش، علاش؟ لانني انا مثلا اليوم كسيباري انا لو مشيت اخر متكتيك في التيك توك ولا في مواقع التواصل. اخويا سفيان، اعتذر على المقاطعه، عندي ثواني لك غير سؤال، غير سؤال لك الى في خضم الهضره ديالك. الا كان القضيه مجرد قضيه نتاع ماتش وقضيه نتاع اخطاء في التحكيم انا رياضي اللي انا كنتفق معك في الشق ديالو، لماذا قادم وفد من السنغال؟ لماذا خرج جلاله الملك ببلاغ؟ الوفد اللي قادم من السنغال هذه كانت زياره مبرمجه قبل الكاف، راه 13 عام. يعني الماتش، يعني هذا الماتش بالنسبه لك انت ما عندوش شي حموله واحد اخر ما ولا عندها شوف ما عندها حتى علاقه الزياره ديال الوفد السنغالي، ما عندها حتى علاقه بما وقع في سميتو، لان هذيك الزياره مبرمجه ديال اللجنه العليا المشتركه، لقاء ما بين اللجنه العليا المشتركه المغربيه السنغاليه قبل ما كان، لان 13 عام هذه ما تعقدت ديك اللجنه 13 سنه باش ما نبقوش نضوفوا بعضياتنا، ما عندها حتى علاقه، هذاك الموضوع ما عنده حتى علاقه. هذا الكاس بوحديتها وهذه بوحديتها، وهما بروسهم السنغاليين كحكومه راه متقبلينها. ولو انني انا كنقول في شنو شفت في الاستقبال ديال الكاس وكيف ان الانسان السنغالي، وهذه هي الطبيعه ديال المجتمعات المتخلفه، لان فرحتهم بالكاس ديال الكاس ديال كاس افريقيا اكثر. ياك شتي كيفاش كان تم استقبال المنتخب وكيفاش ديك الهراج والمراج وهذا. ولكن خليونا نهضروا عاود حنا كمغاربه على حقوقنا، انا متى واحد ما يحجر علينا الخوت، خليونا نهضروا، خليونا حنا نقولوا داك الشيء اللي في القلب ديالنا. هذا راه حنا عارفين هي مناسبه اسبوع كذا وغادا تدوز، كما داز الاهانه ديالنا في كاس العالم ديال 2022 حين تدخل ماكرون واقصى المنتخب المغربي من نصف النهايه، وبالمقابل ديالو في نفس الوقت عطاونا التنظيم ديال كاس العالم للانديه. حنا عارفين كاين حسابات وكاين هنا وكاين هنا وكاين هنا، ولكن خليونا نعبروا حنا، راه من حق حتى واحد ما يحجر علينا. المغربي باغي يطلع باغي يهضر. انا عندي مشكل في الاعلام، هذه اتفقنا عليها كاملين، لان غداة النكسه ديال ديك الليله اللي هذا ظلم شهد عليه العالم كله، الاعلام ديالنا اصبح كانه صباح داك النهار ديال النهار الاول في رمضان، المغاربه صبحوا كاملين داك النهار الاول رمضان كلشي كاعي كلشي معصب. الاعلام لم يتناول الموضوع، ما بحثش فيه، ما تهضروش عليه. غير هاد 3 ايام اللي دازت من بعد هنا كنمشيو لواحد الحاجه اخرى. خرج اكبر مسؤول رياضي في السنغال مسؤول على القطاع ديال كره القدم، كال العديد من التهم والشتائم للقجع وهذا والمغرب وكذا، وكان خص يخرج واحد من الجامعه يقول له وقف تم حدك تما الشريف، هذه اتهامات خطيره اللي تعرضك للمساءله القانونيه، ماشي على كره القدم او في الكاف او في كذا، لا لا لا، اتهمتيني بالكولسه والرشوه وانني كنتحكم، اعطيني ما يفيد، علما انك انت كشخص كفلاي ولا شنو كيسميوك، انت مطرود ك لو تريزوريير جينيرال ديال الخزينه ديال الدوله ديال السنغال منذ عام. يلا طردوك بالسبه ديال الاختلاس، انت كمدير ديال الخزينه السنغاليه عاد مطرود. فلا تاتي حاضرني في الشرف تهمني انا بالكولسه وانت مطرود من الوظيفه ديالك بالسبه ديال الاختلاس. لان هذاك السيد من خرج بداك التصريح 3 ايام او يومين قبل ما تصدر القرارات هو لم يكن يستهدف المغرب ولا القجاع،
وانما كان يهيئ الراي العام او هاد المؤثرين السنغاليين والاعلام السنغالي باش يتبنى الاطروحه ديالو وينشرها في مواقع التواصل. وافكتيفمون داكشي اللي كاين. انا وواحد العدد ديال الاخوان طلعنا اللايفات السنغاليه كنحاولوا ندافعوا على داكشي اللي قالوا داك السيد بانه ماشي صحيح. كنقولوا لهم ودي عطيونا، كيف يعقل انكم تتهمونا اننا كنا في مساله ديال السيكوريتي ما نضمنوش لكم السيكوريتي ديالكم وانتم اللي كتحملوا المسؤوليه لانكم خرجتوا قبل ما يخرج المنتخب ديالكم من طنجه للرباط، خرجتوا كتعلموا الجمهور باش يمشي. كيفاش تهموني نتوما انني انا ما وفرش لكم وطيل وانت البلاغ ديالك صدرتيه في طنجه باقي ما وصلتي للرباط باش تشوف الوطيل؟ يعني انت كانت عندك نيه مبيته. ولكن حنا كان خص مسؤول ديالنا يخرج يفند هذا الشيء ويعطي لهاد المتكتكين والمؤثرين والاعلام باش يخرج حتى هو يهاجم. الاعلام المغربي فين هو حتى لهذا الصباح هذا؟ كل شيء مازال ساكت. باش بديك الطريقه ديك يلا بغيت الهجوم نسولك، هل كاينه شي ردة فعل من الاعلام بعد القرار ولا مازال ما خرجوش؟ كاين راديو مارس كنشوفها كتهضر شي شويه، فهمتيني، شويه كيهضروا دو طونزون طون على الصباح صبحوا كيهضروا يعني في بعض البرامج ديالهم اللي اما ما تبقى ما الاعلام فينا هو نشوفوا الصحافه المقروءه المكتوبه. واش باقي شي واحد كيقرا جرائد؟ انا غنشوفوا غدا لان الطبعه لان الخبر كان جات في الجوج الليل سوكي في الطبعه كانت لونسات. غادي نشوفوا العدد ديال غدا واش باقي شي واحد كيقرا الصحافه المكتوبه. اليوم الناس خدامه على السوشيال ميديا، خدامه على هذا مواقع التواصل، خدامه في التكوين ديال الراي العام، يعني كتوجهوا وكتكونوا. يعني انا بالنسبه لي كنقول لك هذاك السيد منين خرج باش كيهضر هكذاك هو لم يكن يقصد القجع او يقصد المغرب، هو كان كيقصد الكاف. لانني انا مريم منين نجي عندك دابا ونقول لك اودي يا مريم انتيا انا كنعرفك انت ظالمه، انت عندك علاقات متميزه مع السدريس والسدريس راه باغي يدي لي حقي وكذا 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 هكذا. اشنو رد الفعل ديالك انتيا باش تبري نفسك؟ غادا تجي تحيدي الدريس من الحق ديالو تعطيني انا باش نتسمى انني انا نصفق لك ونقول لك برافو لك انتيا راكي ماشي ظالمه. حنا كنهضروا كنناقشوا الظلم الخوت، ما كنناقشوش العلاقات الدوليه ديال المغرب. هذيك راه علاقات متميزه. اسمح لي، سياسه الدخال تتخدم في وزاره الخارجيه الدق والسكوات. اما هذه بروباغندا يجب مواجهتها بروباغندا. ما نبقاوش ساكتين ونقولوا لا حكا وراه انا المصالح ديالنا كاينه. راه السنغال واقفه عليا اكثر ما انا واقف عليها، الدول الافريقيه واقفه عليا. اش كيفيدني دابا بلاتي انا غنتسنى السنغال حكا بالسبه ديال علاش هي ما تقولش اودي راه عيب انني بالسبه ديال ماتش كره نسحب الاعتراف ديالي بمغربيه الصحراء؟ واش انا معايا امريكا ومعايا بريطانيا ومعايا الاتحاد الاوروبي كامل تهمني السنغال اللي غادا تسحب لي انا الاعتراف ديالها؟ وما نحطوش هذا الشيء هذا عاوتاني. كاينين شركات مغربيه، كاين مناجم المغرب اللي خدامه تما في منجم ديال الذهب لان حتى واحد ما يقدر يخدم فيه، ولقات المغرب انه مشى يخدم. الدول الافريقيه كامله واصله عليا انا كمغربي، خصني نحس براسي انني قوي، ما نبقاش ديك القوه ديالي نديرها ضعف. اسمحوا لي، كاين بزاف ديال الحوايج اليوم كتشوفوا ان ناس اخرين دابا بلاتي هاد مثلا جاك هذاك ديال الاتحاديه ديال اسبانيا كيقول لك ان المغرب لا يستحق انه ينظم النهائي، وسبحان الله ربي بغى يعاقبه في نفس النهار خرج له الفيضانات والما كيقطروا الطوبات وهذا في الكامب نيو مع غياب تام. دابا تخيل لو ان هذيك الروينه وقعت في المغرب، غير تخيل لو ان شي مباراه من المباريات غير ما بين مثلا غير ما بين اتحاد توارقه وما بين مراكش وقع مريم خليني نتفاعل مع الاخ سفيان. مرحبا، غادي نخليك. لا خليني دابا يقدر انه يمشي لي الريزو. خويا سفيان، لك كامل الحق انك تعبر عن رايك ونحن نحترمه، ولك الحق في ذلك، وأنت تمثل شريحة كبيرة من المغاربة ونحن نتكلم بنفس الصوت الذي تتكلم به. حنا الرأي والرأي الآخر دريس كل واحد، فهمتني؟ لا ماشي الرأي الآخر. إلا كنت تحاول أن تكون الرأي الآخر فأنت على غلط. أنا البكائيات والمظلوميات هذه أنا اللي كيهمني دابا ماذا يستطيع المغرب فعله على أرض الواقع. جلد الذات سالات منه كأس العالم، وعلاش ما صفرش الحكم وكان عليهم ونجبدوا الكاميرا ونخرجوا. أخويا سفيان خليني نقولها لك فاس، خرج للشارع وندد. نريد رد الاعتبار للمغرب لما وضع في فضائح التحكيم والكاف. خرج دير لافتة في الشارع إلا راك باغي رد العلم. أما غادي تبقى تبكي في تيك توك والله العظيم لن يسمعك أحد. أنا نجيك من التالي
لا وإن وبالتالي ووقع وكذا وهذا. المغرب حينما دخل إفريقيا دخل بفلوسه 14 مليار ديال الدولار اللي حاطين المغاربة فلوسهم تما. راه ما جيناش على مستوى الصحراء المغربية والابتزاز. هذاك الفيلم سالة. نجيك من الاخر من هنا. نعم افريقيا من تحتاجنا، لا نحتاج نحن الى افريقيا حفاظا على مصالحنا، نعم، لكن قوة المغرب كتبقى قوة المغرب هناك. لكن حينما لا تحيط علما بما يحدث من البروباغندا الخارجية وتوجيه أنظار والعالم كامل متوجه ليك، اسمح لي يا حبيبي، انت راك ما عندكش 3 تريليون على مستوى البي بي. انت فلوس كامل اللي كتنتجها في المغرب سنويا راه يلاه 165 مليار. انت مازال ما واقفش حتى الصدقة اللي كتعطي امريكان لاسرائيل في مواجهتها في الشرق الاوسط. انت ما عندك والو، انت اقتصادك زيرو، انت ما عندك حتى زفته. انت مازال يلا كتبني اقتصاد. وحتى التحالف ديالك مع دول اخرى راه يبنى على المصالح. راك انت ما تملكش يدك على الفانوس غدورها غتقول لهم السلام عليكم يا جماعه حبسوا عليا من هنايا المرور على اطلنطا. ما عندك والو اقتصاديا، انت زيرو. معادلات تمثل 0.001 من الاقتصاد العالمي. فلذلك ما تجيش تقول لنا يجب ان نفعل وان نفعل وانتم وماذا والكاف والقرارات. يجب ان تحيط علما ماذا يحاك والصدمه والقوه ديال الضغط اللوبي الذي كان موجها الى المغرب. انا غادي نختم لك اخويا سفيان. اللي قال لك انني لا احيط علما ولا لا بلاتي، لا بلاتي وانا غنخلي بلاتي وخليني نكمل لك الجمله ديالي. اسمعني، انا نقول لك الهبطه ديال كلود لوروال التيران هذيك في حد انت قلتي لي دابا خويا يوسف ما كايناش سياسه في الكره. غير دابا بلاتي خلوني نسالي غير الجمله ديالي. اخويا سفيان، مع كامل الاحترام ليك ونحن فقط نناقش واحترم رايك واتقبله بكل صدر رحب. عزيز وغالي وتبقى على راسنا وعينينا ونحترمه غير بشويه باش الامور تبقى غاديه من. انا ضد المظلوميات. انت مازال تعيش في نهار المقابله والكاف والكاميرا وهذا دخل والحكم ويجب ان يصفر. ستعيش على الاطلال استاذي. سال الفيلم والماتش سال. اذا كنت تريد ان تدفع بالعجله الى الامام، انا الراي اللي نقول لك ماذا قادر المغرب ان يطبق على ارض الواقع. يجب على المسؤولين المغاربه انهم يتربيوا من هو قليل ترابي. جيب لي ماذا سيحدث. اما انك تبكي لي على الاطلال والله لن تغير من الماضي شيئا. هذه النقطه الاولى استاذي سفيان الذي اخالفك فيها الراي. النقطه الثانيه، حينما تتكلم على مصالح الدول في الخارج السنغال وموريتانيا وهذا، نحن لن يبتزنا احد استاذي. لكن حينما تكون الامور الضاغطه اكبر من مستواك فكن على اكيد انه حتى في الصحراء المغربيه راه كانت امريكا لا تريد بيع السلاح الينا، وكانت بامكان ان تضيع كاع هذه الصحراء كاع في الطريق هذيك التغنان والعنجهيه اللي ممكن انك تمارسها الان. لكن المغرب مارس دبلوماسيه ردة الفعل طبقا للقوة التي يملكها. ولذلك دعونا نكون منصفين. حينما لا تكون لك القوة على أن تواجه ضغطا كبيرا من كل الجهات، يجب أن تعتقل وتمشي للحكمة. وعين الحكمة أنك تمشي لمصالح العليا إلى البلاد. أما لا غادي تجي تقول لي أنت يجب رد الاعتبار. أنا كان نقول لك كان خاص الجمهور كامل ديال المغرب ينزل التيران ونرونوا حنايا، وخليني نقول استغفر الله الرب، نرونوا ربها كامل في التيران ونخليوا الكاس في المغرب. وهذيك الساعه تعال اطلع لنا انت في لايف وقول لنا قدر الله ما شاء فعل. وفعلا خسر المغرب والتيرانات، وعاد ديك الساعه ما غيبقى عندك لا كاس العالم، وغادي ترجع القروض وباش غادي نخلصوا وغادي يمشيو لنا كاع المشاريع القوميه والاستثمارات. وهذيك الساعه تهز الكاس وقول لي ما سيدي ها هو الكاس وها هو المغرب واحنا دينا صحه. وهذيك الساعه خلصها انت وغنخلصها انا وياك لمده 50 ولا 60 سنه. نهار ترفع وتمشي لك القدره الشرائيه ويرفع لك التضخم وما تبقاش باش تخلص، هذيك الساعه الناس اللي غادي يخرج هنايا في اللايف ويقول لك لا معنى للاستضافات وما نجي نصادف. اسمح لي يا حبيبي، القرارات السياديه للبلاد ما كتخادش بالعاطفه وما كتخادش في لحظه غضب، كتخاض رعايه للمصلحه العليا للبلاد. والملك حينما كيخرج راه ما كيخرجش من اجل الماتش وما كيخرجش من اجل قضيه وطنيه عاديه، يخرج لحدث جلل. كونوا عاقلين الاخوان. تحياتي لك خويا سفيان. غادي غير نعطي واحد النقطه السي سفيان. هو راه هذا نقاش مفتوح اوكي.
اكيد غادي يكون الراي والراي المخالف، واكيد غادي واحد يتفاهم مع الفكره ديال واحد، وواحد غادي يختلف مع الفكره ديال الاخر. لك سفيان باقي ما كملش مريم المداخله أنا ديالو، مازال مع أختي ان ما انا كملش اعتقد دريس. بلاتي يا سفيان هو ودريس راه لم يختلفوا، راه هو لا، راه لا، بلاتي كلام لا مريم، الله أختلف. يعطيك الستر، عافاك بلاتي اسمحي كلام لا لي مريم. يا مريم، راه هو دريس بغى سي دريس يلبسني قال شي انا حاجة اللي أنا ما ساتفاعل مع لابسهاش. كلام سفيان. لا ولكن راه في التفاعل ديالو بغى يلبسني شي حاجة اللي أنا ما لابسهاش دريس. دابا انت أنا غادي تكمل المداخله ديالك وغادي تجاوب على النقط اللي ذكر عليها السي دريس، وفي المداخله ديالو المجيه هو منين غادي ياخذ الكلمه غادي يعطي لي بوين ديالو. لك الكلمه سي سفيان. دريس أنا يعني حتى البيلانتي وحتى المقابلة وحتى الحتال راه أصفق لما فعله المغرب، وكيف أنه نجح في أن يفشل مؤامرة، والمؤامرة كاينة بغينا ولا كرهنا كاينة. وكنقول لك أكبر دليل على المؤامرة هو نزول كلود لوروا بدون أي وجه حق وبدون قانون للمستطيل الأخضر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن فرنسا لا زالت إلى اليوم تحشر نفسها في القضايا الإفريقية وفي أي شيء ما بين الأفارقة، وأنها هي بالنسبة عبرت ذاك النهار أنها هي العقل المدبر والمفكر. النهار اللي هادوك الناس السنغال ما يبغوش كيجيو هما كيقول لهم بغوا جلسوا تما حنا غنوريكم اش نديروا، بل انا مشيت بعيد. انا قلت ان فرنسا حتى كرويا، خليني من المصالح الاخرى، حتى كرويا انها لعبت على كاس العالم انطلاقا من كاس افريقيا، لان فرنسا المخطط ديالها كان هو انها تعاقب المنتخب السنغالي كي لا يحضر كمنتخب للمونديال، ويبقى فقط شبح المنتخب السنغالي عبر معاقبه اللاعبين اللي هما كيشكلوا العمود الفقري للمنتخب السنغالي. وبالتالي نقدر نقول مبروك لفرنسا من الان ربع نهائي مونديال امريكا 26. انا كنقول لك المقابله والطريقه باش المغرب خرج المقابله، لانه ادرك وكان يدرك ان هناك مؤامره تمارس عليه، وبالطريقه اللي خرج بها المقابله كانت برافو للمغرب وبرافو للحكمه المغرب. ولكن اليوم حنا امام اخطاء وقعت في اداره الملف. انا دخلت الكاف دابا، خرجت من التيران وخرجت من كل شيء، دخلت الكاف خدم معايا المنطق. باي حق ان في العقوبات اللي كاينه ان يعاقب المنتخب المغربي واللاعبين والوسطاف ويغرم 100,000 دولار، لانه كما جاء في القرار ان هاد اللاعبين دخلوا اقتحموا المخدع ديال الفار وعرقلوا عمل الحكم، في حين ملي كنرجع الفيديو كنلقى ان الوسطاف ديال المغرب منع المغاربه اللاعبين باش ما يدخلوش، واعتقد بقى الركراكي وواحد بن محمود هما اللي بقاو مع الحكم، في حين ان المنتخب السنغالي كان كله مع الحكم في الفار. واش يا سفيان اخويا سفيان، غير هذا التدخل بسيط، راه هذا هو المشكل اللي انا وياك والسي دريس اللي ما وصلناش فيه النتيجه، هو ان حتى هذا الحكم وهذا القرار راه لغايه في نفس يعقوبها باش يزيد يأجج هذا الصراع اللي كانوا باغيين يأججوه في الماتش. لا امازيغيه عافاكم، غير خليو اتصالي وعطيو المداخله ديالكم من بعد. لا اسمحوا لي دابا حنا خرجنا ليه الفكره، الله يعطيكم. حنا راه خرجنا من الدوره وخرجنا من المقابله وخرجنا من كل شيء. حنا كنهضروا على حاجه وقعت البارح. داك الشيء اللي خدا فيه المغرب خدا فيه 9/10 ولا على 10/10 بغينا ولا كرهنا. يعني انجاح الدوره تسالى، المغرب خدا فيه النقطه متميزه. اليوم كنهضروا على ظلم تعرض له المغرب في الكاف، والظلم هذا ماشي عيب، ماشي من حق، ماشي ان ممنوع عليا انني لا اتحدث عن ظلم تعرض له المغرب. الظلم ما تقولش لي المظلوميه راه كاينه دريس بغيتي ولا كرهتي. انا كنقول لك كيفاش انك انت اليوم تعاقب المدرب ديال السنغال وتكتب عليه تغرموا على 100,000 دولار وتكتب عليه انه سيتوقف ل5 مقابلات نظرا لاساءته لكره القدم الافريقيه او تشويه الصوره. اعطيني النتيجه، هاد لو في داروا التصرف داروا، ولكن ما هو انعكاسها على المنتخب المنافس؟ عاقبتي هاد السيد، حيد العقوبات على المغرب. ما عاقب. الا كنتي كتشوف ان هذا السيد بريء علاش عاقبتي المغرب؟ الا كتشوف هذا السيد مذنب اعطي الحق ديال المغرب. انا ما كنناقش تدريس الدوره، ما كنناقش النجاح. العلاقات الدوليه حنا عارفين راه كاين بغينا ولا كرهنا. انا عطيتك مثال قلت لك راه المغرب في 2022 تحيد له النهائي نصف النهائي كاس العالم بضغط من ماكرون، وعطاونا في البلاصه عطاونا التنظيم ديال المونديال ديال الانديه.
كاين هنا كاين مصالح ما بين الدول راه كاينه ما كنكروهاش، لكن حنا اليوم واش باش من حقنا ان نهضروا على واحد القضيه اللي هي في محكمه دابا راهي في محكمه، راه الدوله صافي سالينا منها. اليوم عندنا ملف خصنا نهضروا عليه، عندنا ظلم. علاش انا اليوم السينيغالي ديال بروباغندا ديك النهار، وانا قلت لكم اودي الرئيس اكبر مسؤول تما خارج طلق علينا بروباغندا لم يكن المقصود منها، وهذه من الاخطاء ديال المغرب. لم يكن المقصود من ديك البروباغندا انه يتهم القجاع او يوجه، هو عارف وكان يدلسها باخي وصديقي فوزي القجاع، هو لا يقصد، هو متاكد ان القجاع غير مدلس وغير مرتشي، لكن هو كان كيحاول يضغط على الكاف باش يوصل للنتيجه اللي هي كانت البارح، الهدف اللي كان. اذا حنا علاش ما درناش الكونتر في ديالو؟ انا براسنا كخصنا نوقفوه. اجي اخويا اسمح لينا، حنا في اطار الرياضه، حنا كنهضروا غير رياضيا، العلاقات المصالح المتبادله بين البلدين هذاك الشكل اخر، على يعني مكانتنا في افريقيا هذاك الشكل اخر، حنا ما كنهضروش عليها. هذا الشيء هذا راه ما غيجيش ماتش ديال الكره يخسر العلاقات ديالنا، ولكن ما لي وما لك لك. انت كتجي اليوم تهمني انني مرتشي، اسمح لي وقف تما، خلينا نشرحوا الراي العام. انا منين شفت ان قال لك استمعوا، شوف على اهانه كيفاش، حتى الاعلان، تاريخ الاعلان عن اصدار القرارات لم ياتي من الكاف ولم ياتي من الجامعه الملكيه، جانا من السنغال، هما اللي قال لك القرار غيخرج في 48 ساعه. اسمح لي، يعني هنا كيظهر انك انت عندك نفوذ في هذه الكاف هذه، وحنا لا كنا اقوياء ادريس، حنا خطينا من ديك القضيه ديال حنا عارفين عاشه من عرف قدر نفسه. انا ماشي هو البي بي ديالي، ماشي هو الامريكان، ماشي هو ديال ما ندويش على هادو لان هادو غير كنفخوا، ماشي هو ديال مصر، ماشي هو ديال جنوب افريقيا. ولكن انا راني ماشي عاوتاني الحيط القصير ادريس، الله يرحم الوالدين. انا راني بلد عندي سياده، وراه الدول كما قلنا حتى موقع انتم عاطيني كاس افريقيا للسيدات ننظموا، علاش اخويا عاطينو ليا؟ انتم دابا 8 المنتخبات الافريقيه غتجي تلعب عندي سميتو الدور التمهيدي ديالها، اسمح لي واش نبقى انا دائما تريطور ديالكم هنا؟ ما يمكنش. ماشي بزاف الظلم هاد الدرجه هذه، ونبقاو نحسبوا ديك الحسابات ديال العلاقات بوحديتها ادريس، راه ما غاديش يجي ياثر فيها سميتو. راه هوار ديال وجده راه عنده بروجي ديال لوطوروت تمايا في السنغال ب 100 مليون ديال الدولار. ما يمكنش هذاك غادي يجيب السبه ديال الماتش ديال الكره غتخسر هاد العلاقات هذه. وبغيت نقول لك الحقيقه كاع، انا راه كاع ضد هذا اللي كيقول لك خوا السنغال راه كانت اول دوله اعترفت بسميتو صناعه فرنسيه، اول دوله اعترفت باستقلال ديال موريتانيا، لان فرنسا حطت لك الجزائر في الشمال وحطت لك السنغال في الجنوب باش تحيد لك موريتانيا. السنغال اول دوله اعترفت بموريتانيا، اول مسؤول سنغالي كان في الامم المتحده في 60 خداو الاستقلال، في 60 مشى الامم المتحده كيطالب بالاستقلال ديال سميتو. السنغاليين المعركه ديال الدار البيضاء 2000 شهيد مغربي اللي مشات، شكون اللي قتلهم؟ قتلتهم فرنسا؟ راه قتلوهم السنغاليين القوم ديال السنغال هما اللي قتلوهم. يعني ما بقاوش حنا شي مرات كنبقاو نخبعوا في هذا الشيء هذا وكنادي روسنا، وسمحوا لي انا طولت في سميتو. ماشي مشكل، تنعاودو نرجعوا عندك ان شاء الله السي سفيان. لا مريم. تحياتي لكم جميعا اختي مريم والاخوه وكلهم اللي حاضرين وامازيغيه اللي هبطات والناس اللي في التعاليق. ايوا واحد القضيه باش نناقشوا خصنا نفرقوا. احنا هنا نناقش القرار ديال الكاف او العقوبات اللي نزلها الكاف البارح. اعتقد هذا هو موضوع اللايف. لا نناقش العلاقات المغربيه السنغاليه او العلاقات المغربيه مع دول افريقيا. إلا ما درناش هذا الفصل كان يعني نفصلوا بين هذه المسألة ما هو رياضي ديال الكاف والعقوبات ديالو وبين ما هو يعني العلاقات. اعتقد اللهم نزلي اللايف كل واحد يمشي يتكمش، لان ملي كنبداو نديروا هذا الخلط هنا غيبدا كل واحد تيقول لك لا ديروا اعتبارات، ديروا هذه ما ديروا هذه. احنا هنا نناقش عقوبات ظالمه في حق المغرب والمنتخب المغربي، فبالتالي ما يمكنش نحن اي شيء خاصنا نسكتوا عليه ونبقاو نردوا. غادي نقول لك انا لا مريم لا يمكننا الفصل. وبلاتي انا جايه غنهضر دابا. حنا كنهضروا على هاد العقوبات ديال الكاف، هنا نناقش الكاف لا نناقش السنغال. باش نفرقوا العقوبات نزلت علينا السنغال، لا نزلت علينا الكاف. اذا حنا هنا نتكلم على الكاف والعقوبات ديالها، ما كنتكلموش على العلاقات المغربيه السنغاليه، لان كان ممكن ان هادشي مثلا جنوب افريقيا لو كنا مثلا هزمنا وفي مثلا في المغرب كان نهائي ما بين المغرب وجنوب افريقيا ونزلت علينا مثل هذه العقوبات، اش كنا غنقولوا هذيك الساعه؟ لا نتكلم راه جنوب افريقيا مثلا معاديه لنا وسياسه واضحه. فاحنا هنا نتكلم في عقوبات رياضيه.
نفصلوها على شيء اخر. من حقنا ان نتكلم، من حقنا نناقش، لان بهذا النقاش واخا هو في التيك توك، هذا النقاش في التيك توك راه مفيد، لان تيخليك اولا كتفرغي ديك اللي انت هازه في قلبك، كتحاولي على انك مع الاخرين اللي كيتناقشوا معك انك ربما يعني تتوصلون لشيء ما. وراه هاد النقاشات راها مفيده جدا جدا، الا هي ما كايناش عندنا في بلاطوهات اعلاميه رسميه مغربيه، فعلى الاقل كنحاولوا نديروها في التيك توك، الدور اللي ما قادش يديروا الاعلام ديالنا. فاعتقد شوفي غنعطيك على مثال، القناه الكانال بلس 3 قنوات فرنسيه 3 ايام هذه قبل ما يخرج القرار ديال الكاف وهما نازلين، واحد جزائري قاعد تما في البلاطو رسمي في كانال بلس يوميا يحلل بالليل خاص حكيمي والصابري يتعاقبوا، خاص حكيمي والصابري يتعاقبوا. وانا بان لي الكاف راه سمعت لهضرته واستجبت ملي عطات هاد العقوبه لحكيمي والصابري بالذات، وهو جزائري يعني من اصول جزائريه فرنسي قاعد في كانال بلس في البرنامج. فبالتالي ما يمكنش ان حنا ما نتكلموش، كاين ضغط اعلامي، كاينه بروباغندا، لا ننكر ذلك، واول ما نعترف به اننا فشلنا. اسمحي لي مريم في واحد النقطه، الله يجازيك اختي بخير، لان هذه النقطه اللي ما دويتش فيها وفكرتيني فيها. دابا انت منين تعاقب السيباري وتعاقب حكيمي بالسبه ديال لي سيرفيات، واش ما قلبتيش في مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك العديد والعديد والعديد من الفيديوهات مباشره تثبت ان السنغال والافارقه اكثرهم يقومون باعمال لا تمت لكره القدم بسميتو، اعمال ديال الشعوذه وديال السحر اي مثبته بالفيديوهات، علما انه رئيس الحكام في الكاف خرج وقال لك ان هذاك الفوطه ليست قانونيه، هي جسم غريب عن الملعب وما خصوش يكون. اذا كيفاش تعاقبني انا على واحد الحاجه اللي ما كايناش، اللي ماشي قانونيه؟ سمحوا لينا، واش هذا ماشي الظلم الخوت؟ كملي على مريم المداخله. رجحك رئيس انا الحكام مريم انا قبل ما تكملي، الله يطول اسكت شويه، قبل ما تكملي، هو حينما نناقش العقوبات شكون اللي فينا هنا في الكاس قاري قانون التحكيم الرياضي ولا غادي يجبد لنا المواد باش نعرفوا العقوبات مع المواد ديال قانون الكاف؟ يعني هذا سؤال زعما غير بين ونفس قوسين. السؤال التدريس، من هو هنا فينا خبير فيما هو استراتيجي باش يناقش كذلك العلاقات المغربيه السنغاليه؟ دابا احنا غنناقشوا العقوبات، السيباري وحكيمي والمغرب والنظيف وهذا نناقشها من منظور نناقشها من منظور كمشاهدين. كاين منظور قانون رياضي يا استاذه مريم. شكون اللي قاري فينا احنا القانون ديال التحكيم الرياضي؟ راه حنا في لايف تيك توك بس تدريس، راه لسنا في قناه رسميه باش غادي نجيبوا خبراء. ايوا راك نتكلم كمواطنين. راك دابا كتقولي نناقش العقوبات، وانتم كيف نناقش موضوعا نحن جاهلين به؟ ايوا صافي نهبطوا اللايف ونمشيو. مريم غير ثانيه السي دريس، علاش ما نناقشوش هاد العقوبات هذه انطلاقا عطونا المواد، غير ثانيه من نفس المكيال اللي كاين في هذا البيان. كيفاش نتايا ومشجع مغربي هز الليزر وضربوا مثلا في عين لاعب سنغالي يعطيه 15,000 درهم؟ يا ابن فاس، غير هذا السيس، غير هذا لا والله ما تزيد، لا والله تسمح لي غير في هذه الكلمه، الله يجزيك بخير. المداخله ديال مريم عفوا. انت قلت لك لا سمح لي اختي مريم، انا عندي اخر مداخله وغنهبط انايا. انا غادي تجيك المداخله دابا السي دريس، غادي تجيك دابا المداخله. غير 5 ديال الثواني مريم، 5 ديال الثواني. كيفاش في نفس البيان كاين مشجع مغربي حيت استعمل الليزر تفرضات على المملكه المغربيه 15,000 اورو ولا 15,000 دولار، وهذوك المشجعين تاع السنغال اللي كانوا غادي يوديو بالحياه ديال واحد سيكوريتي في البلاد شادوا بالصوت والصوره فيديو كيضربوا بحديده وزنها اكثر من 15 كيلو، ما خداو حتى شي عقوبه. انا ها هو احنا ماشي ما كيفهموش في القانون الرياضي، وانما كيفاش كتعاقب واحد الجمهور اللي بين على الرقي ديالو ب 15,000 دولار وجمهور اللي بين على الهمجيه ديالو ما عطيتيه والو. تفضل سيدي تقنعني بهذه الحاجه بغيت نفهمها. شوف انا غادي نجاوبك غير بدا، ونعتذر من الاخت مريم لانني حيت لها. حينما تناقش الامور عاطفيا انا قادر نقول لك يجب هذه الكره هذه الافريقيه كامله نحبسوها حنايا، ما عندنا ما نشاركوا لا في كره، ما نشاركوا في هذه افريقيا، ما غادي تزيدنا ما غادي تنقصنا اصلا، ونعيشوا بلا لافريق كاع اصلا. الاتحاد الافريقي ولا هذا الكاف هذه ولا هذا المرض، هذا الحبس هذا حبسه ما خدامش. انا نقول لك استاذي، حينما تصل الى مساله مناقشه العقوبات خلي طالع لك الدم، راه حنا بحالك، راني ماشي سينيغالي، راني مغربي، راني كاره كاع الوضعيه اللي فيها. البارحه على 4 ديال الصباح حنا مازال فايقين، اول واحد وقيلا نشر كاع العقوبات هو هذا عبد ربي مع 3 ديال الصباح، فهمت؟ يعني انا راني كاعي
ماني ما حاملش الوضعيه اصلا، وباينه بانني راني مستريسي. هذه النقطه الاولى. لكن حينما تناقش العقوبات لازم هنا دور الاعلام استاذي، لازم نجيبوا خبراء في التحكيم، ولازم نجيبوا ناس يفصلوا في المواد ويعطيك علاش تم تطبيق هذه العقوبه ولم يتم تطبيق هذه. ما يمكنش انت غادي نجي نلبسك اللبسه ديال القاضي وتقول لي هنا نطبق 15 عام على هذا لانه سرق دجاجه. ما يمكنش يا استاذ. لازم حينما تناقش الامور ناقشها. انا في اطار اننا نبداو نتباكاو، وانا سمحوا لي الاخوه الكرام والكريمات، انا مع ما هو الحل. انا اعطوني ما هو القادم. انا كنقولوا لك ما هو الحل، راه حنا نناقش اما باش نقولوا ما هو الحل. لا يسمح لي اخت مريم، سمحي لي، انا ما نقدرش نزيد نحضر في هذا اللايف اكثر من هذا الجهد ديالي هذا. سمعوا، انا كيما نهضر في هذا السوجي هذا وغادي نحل عليه لايف ماشي دابا، من بعد يومين ولا 3 ايام. حينما تاتي هذه الامور ناقش الامور التي تفهمها وعندك علم بها. هذه النقطه الاولى. اما المساله الثانيه في اطار التخصصات البعيده، في اطار نقاش ديال تيك توك من اجل اننا نجيو ونقولوا علاش طبق هذا وهذا، اظن ليست لنا الاهليه هذه النقطه. وان كانت لنا من الاهليه يجب ان نناقش المواد وان نطرح وان نكون خبراء بالفعل. هذه النقطه الثانيه. لكن انا مع انني نجيب ما هو الحل. انا اطالب السلطات المغربيه والجامعه الملكيه للمغربيه ان تعطي توضيحا للراي العام المغربي ماذا حدث. اعطونا هذه العقوبات اذا كنتم طرفا في الكاف، لماذا تم تطبيقها على المغاربه؟ اذا كنا نحن جميع المغاربه نحس باننا تعرضنا الى الظلم وهذا واضح للعيان، فيجب على الدوله في اطار مؤسستها ان تخرج على الشعب وان تشرح للشعب. ما نبقاوش حنا نمشيو نقلبوا على المواد، نجيو نشرحوا حنا البنادم هنايا في اللايفات. نريد اعلاما ان يخرج هذا الاعلام تاع الويل اللي هو يعطينا الحل. لسنا اهلا لهذه الامور اخوان، فلهذا اعطونا الحل وماذا سيحدث في قادم الايام، ماذا استنتجنا وما هي الدروس. واعتذر لكم من كل اعماق قلبي على المقاطعه وعلى هذه الامور. وسمحي لي اختي مريم والاخ ابن فاس وحتى الاخ سفيان، قدرك عالي وعزيز وغالي، واعتذر منكم جميعا وتحياتي لكم جميعا. شكرا لكم. سي دريس كيقاطع لانه اولا قال لي عندي غير نصف ساعه. ماشي مشكله على توضيح الناس اللي في التعليق قال لك يقاطع كثيرا السي دريس. السي دريس هو اولا علمني انه عنده نصف ساعه لانه شاد الطريق مسافر مع وليداته الله يخليهم الله يوصلوا على خير. لذلك انا قلت له فيما تبان لك شي نغيزه اعطي مداخله ومن بعد باش الا بغيتي تنسحب. هذا غير توضيح للاخوان. كملي على مريم. واخا نتمنى ما يقاطعني حتى شي واحد لان كرا لا ما كاينش باقي لا يقاطعك. تقول لي اولا اعتقد اننا هنا في منصه تيك توك لا انت ولا انا ولا سفيان ولا اي واحد هو خبير يعني فيما نتكلم فيه. نحن هنا نتناقش حسب يعني بعض المعطيات اللي كنكتسبوها وبعض يعني من المعارف، فبالتالي قليل اللي هو متخصص في شأن ما ويتطرق اليه. فبالتالي هذه منصه ديال تيك توك وليست منصه اعلاميه رسميه باش غادا خصها تستضيف الخبراء الموثوقين ذوي الشهادات باش انهم هما اللي يحلوا. حنا هنا عندنا 40 مليون مغربي لا تفهم حتى كلها طبيعه العلاقات المغربيه السنغاليه ولا تعرف ابعادها اصلا. يعني هاد 40 مليون مغربي ماشي كلهم اختي كيعرفوا يعني دور المغرب في افريقيا والبعد الافريقي لنا وهذا الكلام. هما هاد 40 مليون مغربي نقدر نجزمك على انهم كيتفرجوا في المنتخب وكيتفرجوا في الكره وانهم شاهدوا ما شاهدوا وأولموا. فبالتالي هاد 40 مليون مغربي خاصك انت تطلع وتشرح ليها. فما يمكنناش يعني نبقاو نتكلموا هكا، لا خصك تكون كتفهم. لا اسمح لي، هذه منصه تيك توك منصه حره نتكلم ونعرف الخطوط الحمراء لا نتجاوزها. الا طلعنا وقلنا اننا نتكلم في قرارات الكاف، اول حاجه بحال الكاف الكل يجمع على انه واحد الكيان فاسد، هذه الكل يجمع على ذلك، وانه دائما يعني ما كان ظالما والقرارات ديالو. نعطيك مثال مثلا اللي انا سبق يعني كنحطها سفيان في الباج عنده ودخلت قلبت وبحثت فيها ولقيتها صحيحه، اللي هي ديال ايام عيسى حياته ايام الايبولا، ملي جاو قالوا المغرب طلب يعني تاخير واحد المده ديال 6 شهور حتى تمشي هذيك الكارثه ديال الايبولا او ذاك المرض المتفشي. ووعدوا ستيفن كيران ملي تلاقى بهم وقالوا له غيكون خير وغادي ناجلوا، عي مجرد مشاو للجزائر طلقوا علينا تم قرارات من الجزائر ب 24 مليار كغرامه للمغرب و5 سنوات توقيف المنتخب المغربي والانديه المغربيه، وحنا كنا غادي نمشيو لكاس العالم ديال روسيا. حتى مشينا للطاس وانصفتنا الطاس 24 مليار ولا 24 مليون. فبالتالي حنا كنعرفوا الكاف وكنعرفوا القرارات ديالهم من اين تخرج.
احنا هنا نتكلم على ان كانت واحد البروباغندا اعلاميه جزائريه مصريه واستجابت لها الجماهير السنغاليه، لانه ملي تكلم سفيان اننا كنا كيطلعوا الاخوان اللايفات وكنت انا كنتابع وكنطلع انه فعلا كاين واحد الشان وانهم تاثروا بالبروباغندا الجزائريه ويروجون للكولسه والقوجعه، وحتى كاع ملي داو الكاس وسالينا بقاو تيروجوا لنفس الاسطوانه. يعني واخا انت صبرتي ورضيتي بهذيك الهزيمه ورضيتي بداك الشيء اللي جرى لك، هما مازال مستمرين في انهم تيضربوا فيك. نحن هنا نفرق بين ما هو سياسي وما هو رياضي، مع اننا نعلم ان الرياضه راها السياسه، ولكن كنحاولوا في هذا اللايف اننا نكونوا رياضيين. حنا كنقولوا انه كيف يعقل انت واحد الجمهور جا عندك وكسر وهرس وضرب لك رجال الامن وتصرف بما تصرف، والجمهور اللي كان هو الاعداد ديالو الكبرى اللي هو الجمهور المغربي لم يتحرك وما دار حتى شي حاجه وبقى محافظ على يعني الاخلاق ديالو والسلوك ديالو داخل الملعب، انك انت يعني لم تنظر في هذا، لم تنظر في هذه المساله. وحنا كنعرفوا ان تقريبا الخسائر وصلت ل 700 الف دولار اللي وقعت في الملعب ديال مولاي عبد الله اللي هو عاد باقي ملعب جديد. حنا كيفاش انت عندك تجي وتحاسبني ملي كيخرج ليا رئيس الحكام وكيخرج في قناه فرنسيه ويسال وكيقول لهم ان المنشفه غير قانونيه ما خصهاش تكون، وخصوصا الا كانت غادا تكون مثلا تؤثر على اللاعب او على الاجواء، وانك انت ما تاخذش هذا في عين الاعتبار وتحاكم ليا تضرب ليا حكيمي وتضرب ليا الصابري، لانك يعني رضخت للبروباغندا الفرنسيه من طرف الصحفيين اللي ذو اصول جزائريه في القنوات غادي الفرنسيه. نقول لك انا لا مريم، غادي نقول لك غير واحد النقطه قالها سي جبور، ما عرفت واش سمعتيها في البدايات فاش كان معنا، قال لك بان النقطه عقاب ديالك حكيمي وهذا لانهم مشاو للفار، قال لك علاش خصهم يمشيو للفار. شوفي مشاو للفار لما مشاوش للفار، احنا ما شفناش الفيديوهات ديال انهم مشاو للفار، يخرجوهم لينا نشوفوهم. احنا اللي عارفين على ان قضيه المنشفه اللي دارت البوز واللي خلاها دير البوز هي نيت هاد الصحفي نيت اللي ذو اصول جزائريه اللي هو روج لها في البلاطوات الفرنسيه، وحنا نعرفوا فرنسا والسنغاليين اللي عايشين فيها وكيفاش هما كذلك خضعوا لهذه البروباغندا. فبالتالي احنا هنا نتكلم نتناقش لنتكلم على اعلام غير موجود ما دارش الدور ديالو، لا الاعلام السمعي ولا الاعلام المرئي ولا الاعلام اللي خصو يكون الموازي اللي هو خصو يكون في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يؤدي دوره. ونقر ونعترف بان البروباغندا العدائيه تجاه المغرب نجحت في ان تسوق على اننا دوله كولسه وقوجعه. الان بعد صدور هذه الاحكام ضد المغرب، واش انت كيسحاب ليك على انهم سيؤمنون ان القولسه والقوجعه لا توجد؟ لا، هم الان يروجون على ان السنغال ظلمت وان الكاف انتصر لها. دابا هذه هي البروباغندا اللي خدامه. يعني انت كيما درتي وحلتي، ربحتي وديتي الكاس بزز وحلتي، خسرتي وحلتي، تضربتي بعقوبات قاسيه وحلتي، انت ديما خصك تبقاي ساكته وتبلعي بحال وقع لينا مع الوداد والترجي، خاصك تبقاي ساكته وتبلعي وباللي ما كاين والو. الا بغيتي تكوني انت تدافعين على مصالح البلد، اسيدي مصالح البلد يعرفوها رجالات البلد اللي كيخدموا في دوائر القرار وهم ادرى بصالح البلد وحنا معاهم. ولكن ملي نخرجوا نعبروا على امتعاضنا وعلى اننا اصبنا بواحد الغبينه لان هذه القرارات كانت مجحفه وساوت بين الظالم والمظلوم، ونقول على ان الكاف فاسد وان المكتب خاصو يتغير من مصر، وانه هاد الناس اللي كيخدموا في الكاف خاصهم يكون يعني واحد الثوره ضدهم على انهم يتبدلوا، لان الفساد مستشري. هذا راه حق، واش هادي نسكتوا عليها وصافي نسكتوا عليها وما نهضروش باش نسموا مواطنين مغاربه نموت على بلادنا وندافع على مصالح بلادنا ولا نمشي؟ الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. هنا نتكلم على 40 مليون مغربي تابعت هذه المباراه وكتشوف ان هنالك ظلم كان مرئي لها. حنا هنا نتكلم الله يرحم لكم الوالدين على انه في بلادنا وماتش نهائي عندنا، ونحن سيدي مع مزيان اللي خد القرار وانه لم تكن مذبحه ولم تكن مجزره وبرافو لهم وحنا معاهم، ولكن اننا نعرفوا على ان عندنا واحد الدور في هذا الكاف وانها ما خصهاش تهيننا وما خصهاش تظلمنا. هذا ما نريد، ونتكلم من اجل اننا نوصلوا الصوت ديالنا لتتحرك القضيه وتاخذ ابعاد كبرى وتمشي اختي ترفع للطاس ونشوف الطاس اش غتقول، وحتى الطاس الا ما تصفاتناش نتكلم لنغير هذا الفساد المستشري في الكاف. حنا لا نتكلم على العلاقات المغربيه السنغاليه، نتكلم على الكاف وقراراتها. علاش نتوما كتبغوا تخلطونا هذه بهذه؟ لا بغينا نكونوا مغاربه خصنا نسدوا فمنا، لا ما غنسدوش، لاننا مغاربه ولاننا احرار ولاننا لا نرضى بهذا الفساد وبهذا الظلم اللي مستشري في الكاف، ومن حقنا نهضروا عليه ومن حقنا ندافعوا على حساب الجميع التي تعرضت لهذه الهجمه ولهذه البروباغندا في الصفحات السنغاليه والمصريه والجزائريه واللي بدا كيروجها العالم على ان هنالك كولسه وقوجعه، ولم نرى لا كولسه ولا قوجعه. احنا اللي تكولسنا وحنا اللي مورثه في حقنا الكولسه، فمن حقنا نهضروا، من حقنا ندافعوا،
وما تبقاوش تديروا لنا تكميم الافواه. الله يرحم لكم الوالدين. ونحن هنا لا احد فينا خبير، كل يتكلم حسب معرفته ومفهومه. راه حنا ماشي في قناه رسميه، ولا بغيتونا ما نناقشوش ما تحلوش لايفات وخليونا ساكتين. وتحياتي اختي مريم. شكرا لك. خير بعثكم بلا ما تقلقوا وديروا على سميتكم. انا كنعرف الامازيغيه ومريم هذه طريقتهم في الكلام، ولكن الناس كيتحابهم انهم معصبين وهذا نو. تعصبت لانه من حقنا نهضروا على هذا الفساد المستشري في الكاف. ما يمكنناش حنايا حاجه نربطوها بالمصالح العليا للبلاد. المصالح العليا للبلاد ادرى بها اصحاب المصالح العليا وحنا معاهم، لا نتدخل في شؤونهم. ولكن انا من نتكلموا على فساد مستشري في الكاف هذا حقنا، من نتكلموا على اننا ظلمنا هذا حقنا، وهذا ليس تباكي وليس جلد الذات. لا خصنا نتكلم، لان البروباغندا اللي دارتها مصر والجزائر هي هذه، انهم بقاو كيتكلموا ويروجون لهذه الاكاذيب ويدعون المظلوميه والتحكيم، وانتصروا في هذه البروباغندا، ويجب ان نعترف بذلك. مرحبا لاله مريم. نبيل دابا غادي يطرطق لكم المره كثار ما هي مطرطقه. انا كنعرف نبيل المداخلات ديال نبيل. السلام عليكم الزرفل. لا انا مبرده. لا عادي هذا. او بون باش نهضروا على قول لي يا نبيل، سول. واش ما بانتلكش ان العقوبه اللي هبطات على السنغال ارحم من العقوبه اللي هبطات على الجزائر؟ لا هي واحد القضيه، راه عندنا الحق في واحد الحاجه وما عندناش الحق في واحد الحاجه. نقول لك حاجه اللي عندنا الحق، ردة الفعل هذه راه طبيعيه. علاش ما يجيش انا شي واحد يبدا يكذب عليا ويقول لي الكاف راه نزيهه؟ شوف الكاف تعرضت كانت نازلها الكاف نبيل، عمرها ما كانت نازيه. دونك بلا اش كنتو دابا شنو هو السؤال المطروح؟ واش كنتو كتحلموا انها تنصفكم الكاف؟ راه مستحيل. الكاف كتقلب على المصالح ديالو. الكاف شافت شنو غادي ندير، غادي ننزل على المغرب وغادي ننزل على السنغال بشويه باش ما نكايش واحد في الحياد. انا نبيل زعما داكشي ديال انا محايده. ما بقاتش في الحياد. دابا هو الكارثه العظمى. راه كون بقات في الحياد اجيو دابا شنو خصنا نديرو حنايا كمغاربه، حنا كجامعه ملكيه مغربيه؟ شنو هو الحل؟ الى كل مره الفرق المغربيه عقلتوا على الوداد فاش مشاو لمصر تعرضوا للضرب، الجيش تعرض للضرب. فاش كيجيو عندنا حنايا كنديروا غير شي لعيبه صغيره كيخرجوا القرارات. العقوبات اول حاجه هو واحد الخلط استراتيجي ديال السي فوزي القجع بصفته النائب الاول لرئيس الكاف، انه دخل بديك العقليه اننا حنايا خصنا نصلحوا الكاف. اودي ما تصلح لا كاف لا والو. باش نجي انا مثلا اليوم نتباكى على كاس مشات لينا وما عند الميت ما يدير قدام غسالو، مشات لينا الكاس دخلنا مليار ونص ضربنا الشاع على بنادم، هذه مزيان. انا بالنسبه لي نقطه ايجابيه للمغرب، ولكن ما تجيش عاوتاني تكبح 40 مليون ديال المغاربه، لان المغاربه راه شوف هذا هو الغلط ديال الاعلام من الاول ما كيعطيش المعلومات دقيقه. من الاول لا غادي يضربوا السنغال ب5 سنين، لا غادي يمنعوها تشارك في الفيفا في كاس العالم، لا ما غاديش تشارك في دورات. كل غير خدمتي نتايا على لا كونتر بروباغوند ما كانوش المغاربه غادي يكون عندهم ردة الفعل اللي عندهم هذا الصباح هذا. من الاخر انا بداو ندخلوا زعما شي حوايج ديال لا راه تحقرنا، تكون لا غادي يحقرنا حنايا اولا. ثانيا خصنا نتخطاو هاد الفينال هذا، ما نبقاوش حنا لاصقين حنايا في واحد الحاجه اللي خسرناها. صافي خسرنا ودوز لحاجه اخرى. نبقاو حنايا نبداو نبكيو ديما على الاطلال، راه ما خداماش لينا. من الاخر الاعلام ديالنا عندنا فيه مشكل ضعيف جدا. ثانيا الجامعه الملكيه خصها تحبس من هذا الشيء ديال، وخصوصا فوزي القجع خصها تحبس من هذا الشيء ديال الاصلاح ديال الكاف. ثالثا راه لا كاف براسها راه ضربات الفلوس على ظهرنا. هذه حقيقه. عمرهم ما دخلوا في اي نسخه ديال كاس افريقيا قد اللي دخلوا في هذه ديال المغرب. عمر المغرب ما كان غادي، عمر الكاف ما كانت غادي تحلم بهذا الاشعاع لا الاعلامي لا والو. في الاخر راك عارف في الاخر الكولاسه هما اللي صحابه وكيتهمونا بها. هذا راه بينات بان لا القجع ما عندوش ان بوا في الكاف. نجيو ونقولوها بصراحه.
ما عندوش ان فغي بوا، ان من الاول لو كان اتجهت عنده ليه نبيل انت درتي ما غاديش المغرب ما غاديش تخرج ليها حتى شي نقيطه ديال العقوبه، كانت تخرج هي الرابحه من هذا الفيلم اييه. كامل. دابا فاش كنشوف انا لي سونكسيون 300,000 اللي تعطات الجمهور السنغالي و300,000 اللي تعطات المدرب ودوك اللعابه جوج، راه تقريبا داروا الا جيت تحسبها راه المغرب حتى هو راه دا 515,000. وغادي يعطي منها هذاك اللي 300. ضرب الله يزار دا 15 لا لا هذيك اوبليجالي. شوف هذيك ديال الليزر هذيك كاينه، انا قريت المواد ديالهم من الماده 82 هذيك راه كتنزل عليك ديال اللازير كاين. انا شنو اللي عندي المشكل ان في الماتش الاخر ديال الاقصائيات ديال 2022 فاش تضرب صلاح بالليزر ما تعطاش للسينيغال شي حاجه. راه هذه اللي خصنا نهضروا عليها، علاش كاين هاد لي دو بوا دو ميزور، هذا خصنا نناقشوها. ثانيا انا عطيني الحل، ما هو الحل؟ انا نبقى نطلع انا نبدا نبكي مشات لينا الكاس وتظلمنا وداك الشيء راه ما خدامش لينا. انا نجيك انا من الاخر، انا كتبان لي هذيك مليار ونص دخلنا من لاكان انا، ودوك التيرانات اللي ربحناهم ودوك الطوبيسات اللي المواصلات داكشي، انا بالنسبه لي انا حسن. دوك شنو خصني ندير؟ الاعلام الله يرضي عليكم نوضوا اذا السي نبيل دافعوا على تقول البلاد. اننا الان خصنا نحلوا لعيبات على الاعلام، والهجوم ديالنا اللي غادي يكون صافي على الاعلام. راه شوف راه باش غادي تطلع دوله راه كتطلع دوله بالاعلام ديالها. انا اللي عندي هذا الشيء كامل في المغرب، واش ما كان الكالا لايف وكل نهار انا كندخل انا لي سيت، انا خصني نمشي انا نشوف اشنو كيقولوا عليا انا الناس ديال برا. ها امينه الناظور، ها امينه عطاء الداخله، ها التيرانات، ها التي جي في، هذا الشيء خصنا نمشي نقرا انا في سي ان ان ولا دكوارديان ولا الجزيره ولا فين هو الاعلام ديالنا. صورنا المغرب انا هذا كاس كوره هذيك جالوق، انا ما ديتش هذه 50 عام الهلال الديوان من هنا 50 عام الجايه، زعما راه زادتنا ولا تنقصنا شي حاجه حنا الا دينا ولا حيدوها. نتوما دابا اللي كتقولوا للناس بانها جالوقه، راه الناس 50 عام هما كينتظروها، وكان عندهم واحد الامل ان منين غادي تنظم في بلادك، لان كما نرى في جميع البلدان البلد المنظم هو اللي تياخذها في جميع الحالات. الا جينا نشوفوا، الا جينا نديروا احصائيات، الا جيتي دير احصائيات بغيت غنعطيك هاد النقطه ونخليك تكمل. الا جيتي دير احصائيات غتلقى ان جميع البلدان المنظمه هي اللي خدات الكاس ديالها. اشوف غير اغلبيه ديرنييرمون. واش قلت لك انا ما عندكش تقول ان ديال جالوقه وكذا كان المغرب حط امل، ما تكذبوش، كانوا المغاربه حاطين امل. قلت لك انا هذا رد ستنطي لي مريم، هذا ردة الفعل الكبيره راه لا تستاهل زعما داك واش انا نستاهل انا نحرق راسي على جا الماتش ديال الكره؟ واش من نيتكم؟ صافي خسرنا، السلام عليكم، دوز لحاجه اخرى. دابا خص هادي المغاربه يفيقوا، السلام عليكم. هذاك داكشي ديال خاوه وداكشي ديال التطبال وداكشي ديال التكريم الضعيف وداك داك الكرم الزائد خصنا نحيدو كمغاربه. اما داكشي ديال السياسه الدوليه نخليوه لموالي. انا الا بغى المغرب الله يجعلو ما عرفت شنو يدير، يعطي السينيغال الكاس، انا الا كنت غادي نرتاح انا في بلادي، وغادي تكون عندي انا واحد النافذه انا نقدر نستافد منها انا كمغربي. داكشي ما كنتدخلش فيه، انا كندوي على حنا المغاربه كشعب. ما نبقاوش حنايا الماتش فوقاش تلعب نهار 18 ولا نهار 21 18 و18 حنا داز دابا صافي 10 ايام ولا 12 يوم حنا مازال كنعاودوا نهضروا فيه. صافي اون باس اوت خو شوز. انا عطيني دابا الحل. اذا اون باس اوت خو شوز اون باس للسي محمد. يلا سير. ايوا انت ما بغيتش تهضر، اون باس اوت خو شوز. سير السي محمد. قلت لك انا لا، انا قلت لك انا كمغربي نو ماشي قلت لك انا اون باس اوت خو شوز بمعنى اننا ويلي دابا تقولوني ما نقول. حنا كنقول لك ما غاديش نبقاو حنايا جارين هذا الموضوع هذا بزاف. حنا عارفين بان الكاف فاسده، اننا كنا حنايا الفيفا العقوبات. هذاك انا مثال شي العقوبات جينا نهضروا على العقوبات حتى الطاس. اي دابا العقوبات، لان انا غادي تسوليني كنبيل غادي نقول لك ظالمه، ولكن واش انا داخل في الدواليب ديال لاكاف؟
راه بين قوسين ظالمه. ولكن انا واش انا عارف شنو كيطرا في الدوالب ديال الكاف؟ انا شنو كنستنتج من هاد العقوبات؟ انا كنستنتج بان المغرب دوله ما بين 55 اللي كاينين في هاد الاتحاديه هذا، ما عندوش منين طلعوا لك 5 دول جاره للسنغال تقول لك الى 54 انابيب 54 انابيب 54. سكي شكرا السي بونمان. الى انا كتنوض 5 دول كتقول لك بانها الى طرا الى مشات تعطيو عقوبات ظالمه في حق السنغال حنا غادي نساحبوا، راه هذا راه الضغط. فاش كتجي هضرتوا على كانال بلوس، كانال بلوس راه عندها السوق الافريقيه ديال الغربيه، راه سوق كبير. كانال بلوس سبور، كانال بلوس افريك راه حاضره. راه قلت بصح لكم ما غادي نضرب على يفككم. نتعاملوا حنايا بنفس المنطق. هما كيضربوا على جيبهم وتا حنا ودي نضربوا على جيبنا. انا باغي شوف، هما باغيين يضربوا المغرب الصوره ديالو. انا ما نمشيش معاهم في اللعب ديالو. انا نخدم على راسي كمغربي. اختي منبي، اختي راه قلت لكم غادي يفقسكم بطريقه واحده اخرى. انا اللي تنعرف نبيل. سير السي محمد سير. هبطوا عرض الله الا ما تهبطوا. راه هبطوا اصلا حتى بلاصه للسي والله الا يهبط هذا ماشي معارض، هذا عرفتي راه جلاخه النبي. تحياتي دكتور بونمر.